من أطيب الأكلات الفلسطينية هو المكدوس الباذنجان، بس هالمرة راح نسويه بطريقة جدا سهلة وسريعة بالباذنجان الكبير بدون ما نحتاج إلى باذنجان حجمه صغير. شوفوا الفيديو للنهاية ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. أول شي نحتاج باذنجان كبير مثل ما قلت، هنا أنا عندي 3 قطعتهم بهذا الحجم، نخليهم في جدرية ونضيف عليهم ماء ساخن ونتركهم تقريبا لمدة 10 دقائق. بعد ما تغير اللون وصار بهذا الشكل راح نصفيه من المي. خليت الباذنجان مصفي ونضيف عليه معلقة وسط من الملح الخشن، وحتى أتخلص من المي الباذنجان نهائيا راح نسوي هاي الطريقة، نخلي صحن صغير ونضيف فوقه جدر بمي حتى يضغط على كل الباذنجان ويطلع المي، وتركته ليلة كاملة، وهاي بعد يوم كامل الباذنجان تنشف تماما من المي. للحشوة المكدوس نحتاج جوز كسرته بهاي الطريقة بهذا الحجم. مقدار عندي كوب من الجوز، نضيف عليه معلقتين كبار من دبس فليفلة أو معجون فلفل الأحمر، وهنا أنا ضفت معلقة كبيرة من الثوم المهروس، وبعدين راح نضيف الباذنجان، وبعدها نضيف ربع كوب من زيت الزيتون ونحرك كل المواد. وهذا بعد ما جانست المواد كلها، هنا عندنا شيشة أو برطمان نظيف ومعقم، راح نخلي بيه خلطة المكدوس ونسويه على شكل طبقات، ونخلي بين كل طبقة أو طبقة زيت الزيتون الأصلي. ونوصل للنهاية راح نخلي طبقة كبيرة من زيت الزيتون بحيث تغطي الوجه تماما، وراح نقفلها ونخليها بالثلاجة ورا يوم تقدرون تاكلوها أو تركوها لمدة 5 أيام، بس تقدرون تاكلوها بنفس اليوم والطعم جدا طيب. حبيت أسوي أطيب لفة مكدوس، هنا أنا بخبز الصاج خلينا اللبنة ونخلي المكدوس ونخلي الخيار والطماطة، وش تحبون نضيفون ضيفوه. هاي اللفة جدا طيبة ولذيذة. وحبيت أجرب لفة مكدوس اللي صارت ترند بالخبز اللبناني، نقسمه إلى نصفين، والقسم الأول راح نخلي عليه زيت الزيتون ورشة من الزعتر ونخليه بالفرن حتى تتكسب الخبزة، وبالخبزة الثانية راح نخلي لبنة ونخلي المكدوس. حبيت أضيف جبن الموزاريلا ونضيف الطماطة والخيار، وش تحبون تضيفون بكيفكم، وبعدين نخلي عليها الخبزة اللي كسبناها ونكسرها، وبعدين نلفها وناكلها وألف عافية. هاي اللفة طبعا صدق طعمها خرافي، يعني أنصحكم تجربوها. وصلنا لنهاية الفيديو حبايبي، أتمنى عجبكم الفيديو ولا تبخلون علينا باللايك والاشتراك. مع السلامة.